هنا مجموعة ظواهر، يعني أهم الظواهر الخاصة بالمباريات اللي اتلعبت اللي فاتت دي كلها. يعني بنرصد مجموعة ظواهر، حاجة لطيفة كده ودمها خفيف، وهي أيضا مقرونة بالصورة على الشاشة. نبدأ أول ظاهرة وهي لقاء قطر وفلسطين. انتوا عارفين طبعا انتهى 1-0 لفلسطين في مفاجأة مدوية يعني. هذا اللقاء هو الأكبر من حيث الحضور الجماهيري حتى الآن. قدام حضراتكم هتشوفوا الحضور الجماهيري في استاد لوسيل، وهو يتسع أساسا ل 80,000، كان موجود فيه 61,475. لو عندنا لقطة كده شاملة للملعب ككل هيبقى أفضل من إن احنا نجيب اللقطات الفردية دي اللي ملهاش معنى الحقيقة. كان المفروض إن احنا نجيب الكاميرا موريانا الملعب كله. هذا الملعب شال في هذا اليوم، ادي المنظر اهو قدامنا، يعني حاجه مرعبه. 61,475 دي الظاهره الاولى. يبقى اذا الاكثر حضور جماهيري كانت مباراه قطر وفلسطين، وده وضع طبيعي ان الماتش بيتلعب في قطر، والجمهور القطري طبعا يعني بات ليله حزينه بعد طبعا فوز فلسطين 1-0. الظاهره الثانيه لقاء المغرب وجزر القمر، هو الاقل حضورا. المغرب وجزر القمر حضر فيه 10,246. 10,246. ليه؟ لأنه طبعا جزر القمر مش هتلاقي جمهور ليها كبير، وفي نفس الوقت المغرب ربما الجالية ما هياش كبيرة. كنت نفسي أشوف الجمهور يا جماعة، والله الاستاد أنا عارفه وحافظه يعني احنا بنمنتج نجيب جمهور، بنتكلم على الحضور الجماهيري مش على الاستاد. الاستاد جميل وممتع الحقيقة، لكن الحضور الجماهيري كنا نحب نشوف الظاهرة مقرونة بالحضور الجماهيري. طبعا الجمهور هنا برضو يعني خلينا نقول هذه المباراة كانت الأقل حضورا فيما يتعلق بالحشد الجماهيري. أهلا وسهلا بكم جميعا أصدقائنا في المغرب. طبعا الظاهرة الثالثة مباراة مصر والكويت، شهدت حضور 24,632. ده الجمهور المصري اهو، والحضور كان 24,632. نتمنى أن يتضاعف العدد الجماهيري في مباراة إن شاء الله القادمة أمام الإمارات، لأنها مباراة هتبقى صعبة جدا. احنا عندنا مباراتين جايين في منتهى الصعوبة، الإمارات والأردن أصعب من بعض. نروح بعد كده للظاهرة الرابعة، عمرو السولية. عمرو السولية صاحب أول ركلة جزاء مهدرة في البطولة، وكانت أمام الكويت. طبعا احنا ما لمناش إلا قدام الكويت. دي أول ضربة جزاء مهدرة بعد العرقلة الواضحة دي للباك اليمين عبد الوهاب، عرقلة إسلام طبعا عيسى تصدى ليها